السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات وحلويات ساج. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد الطويجين كيجي رائع بحال الكغاتان. هو كغاتان في الطاجين بلا بيشاميل بلا زبده بلا كثرة القوام. المهم نبداو على بركة الله. غادي ناخذ واحد المقله غادي نديرو فيها تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت، وغناخذوا الطاجين في نفس الوقت نديرو واحد على كانون والاخر على كانون. الطاجين حتى هو غنخلطوا فيه شويه ديال الزيت الروميه وشويه ديال الزيت البلديه. غادي نديروهم بجوج في دقه واحده باش نصاوبوا الوصفه ديالنا ان شاء الله تكمل نصاوبوها بالزربه. المهم المقله غادي نديرو فيها بطاطا، شديتها نقيتها غسلتها وقطعتها مربعات صغيره. صافي صفيتها من الماء وغادي نديرها في هاد الزيت ونبقى نحرك فيها حتى كتحمر ليا مزيان. بالنسبه للطاجين غادي نخليه حتى يسخن، حتى تسخن هذيك الزويته اللي درت، وغادي ندير عليها بصله كبيره مشلضه هكا مقطعه مربعات صغيره ونحركها حتى كتبدا تدبال، ماشي تدبال 100% وانما كتشحر شويه. ملي غادي تشحر لينا هذيك البصيله ها هي على هذا الشكل، غادي نضيف ليها دابا صدر ديال الدجاج مقطع مربعات صغيره. ها هو تقدروا ديروا ديال بيبي، المهم داكشي اللي متوفر عندكم قضيو به. صافي من بعد ما درت صدر ديال الدجاج دابا غادي نزيد عليه العطريه اولا التوابل. بالنسبه للعطريه غادي ندير الملحه، غادي ندير الفلفله حاره، غادي ندير سكينجبير الخرقوم وشويه ديال الثومه بودر وواحد الوريقه ديال عصا سيدنا موسى. الا ما عندكمش هذيك الثومه بودر حكوا واحد الريس ديال الثومه. صافي ونبقى نحرك واحد شويه ونسد عليه نغطي الطاجين ونخلي هذاك الدجاج تيطيب ويتشحر مزيان وينشف من الماء. بالنسبه للبطاطا ها هي صافي تحمرات كامله كيف ما كتشوفوا. صافي دابا غادي نطفي عليها وغادي ندوز نحضر واحد الصلصه اللي غادي نديرها في بلاصه البيشاميل. وهاد الصلصه كتجيب الطويجين ديالنا معلك وما كتجيش نهائيا باينه بلا فيه الحليب. المهم نص كاس ديال الحليب مع جوج ديال الفرماجات، واحد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. صافي نخلط هاد الشيء، نخلطو بالبغا ميكسور ولا غير بفرشيطه نمس هذاك الفرماج مزيان مع الحليب. صافي وها هي الصلصه اللي غادي نضيفو للطاجين ديالنا موجوده. تقدروا تعوضوا هاد لاصوص هادي اللي صوبنا بالكريمه السائله اللي عنده. اللي ما عندوش يديرها الطريقه هذه، نص كاس ديال الحليب مع جوج فرماجات شويه الملحه شويه البزار. صافي ونحتفظ بها جانبا. ايوا الطويجين ديالنا ها هو نشف، ماشي غير نشف راه بدا كيتحرك كامل، ولكن ماشي مشكل، انا عزيز عليا الطاجين محروق. الا ما كانش محروق ما كاين حتى حاجه. المهم ها هو الطاجين، داك الدجاج والبصله شربوا داك القوام وداك الشيء. غادي نزيد عليهم دابا البطاطا اللي حمرنا. نخلط كل شيء مزيان. صافي ودابا غادي نزيد عليه هذيك لاصوص اللي صوبنا بالحليب والفرماج. راه ما كتجيش نهائيا باينه، تقول لي طاجين درتي فيه الحليب ولا راه ما كيجيش نهائيا باين. كيشربوا داك البطاطا كتشرب لينا هذيك الحليب مع الفرماج وكيجي داك الشيء معلك ولذيذ. صافي من بعد ما كبيتو دابا غادي نغطيه غير تيغلى هذاك الحليب، يغلى واحد شويه. كيف ما كتعرفوا الطاجين راه كيبقى شاد سخونيه. صافي من بعد ما غلا هو غادي نضيف ليه دابا فرماج محكوك من الفوق ها هو. ولا تقدروا ديروا دوك الشرائح ديال الجبن اللي كيتباعوا مقادين شرائح تتفوهم من الفوق، ولا تحكوا الفرماج هكا على هذا الشكل ديروه من الفوق. صافي وتطفيو البوطه وتغطيو وتخليو الصهد ديال الطاجين يرجع عليه، ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان اللي صوبنا في الطاجين. عرفتوا راه كيجي رائع وساهل ودغيا كيوجد بالزربه، ما فيش بزاف ديال المكونات وكيوجد يعني في واحد الوقت قياسي. المهم انا غادي نزينو بشويه ديال المعدنوس.
الريحه طالعه منه يا سلام، والبنه ما نعاودش لكم داكشي كيشهي. المهم نتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم وتردوا عليا اخبار كيفاش جاتكم. انا غناخذ واحد شويه، انا كناخذ ناكلو بالخبز، غير بغيت نوريكم شويه بفرشيطه كيفاش كيجي معلك. يلا بسلام عليكم، نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.